السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيت لكم بالجزء الاول نصف طوق القفطان اللي كنت ديجا شاركت معكم الطريقه ديال هذه الهبطه هذه الملاقي هذه اللي كتجي على هذا الشكل هذا اللي هبطت بها. يعني بديتها من هنايا من الجهه ديال نصف طوق، هبطت بها حتى لتحت. هانتوما تشوفوا كيفاش كتجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للطريقه ديالها غادي نخليها لكم في صندوق الوصف وغتلقاوها قبل من هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله غنشارك معكم الجزء الاول اللي غادي نخصصو لكم طريقه بدايه كيفاش غادي نخدم النصف طوق اللي غادي نخدمو بالحرير المبروم والعقيق المهرس. ديجا شاركت معكم بزاف ديال لي موديل بالعقيق المهرس. هاد المره غنشارك معكم نفس اللون في اللون، يعني اختاريت نفس اللون ديال العقيق نفس اللون ديال الخيط باش كتجينا واحد البريونس في الخدمه. كيف ما كتشوفوا اللون فيه يعني هاد الثوب هذا جوج ديال اللوينات، يعني كاين الاحمر وكاين الكحل. فاذا درت مثلا الخيط في الاحمر والعقيق في الكحل غيجي زوين، ولكن غيجي بحال نقولوا بحال ما غاديش يجي ديك الجماليه الا درتو نفس اللون. يعني اللون في اللون كيبقى يعطي غير واحد البريون كيف ما كتشوفوا. ومازال ان شاء الله غادي تشوفوا فاش غادي نخدمها وتفهموا على من كنهضر. هنا كنحتاج العقيق المهرس النوعيه جيده الدوريجين. البنات دائما خذوا النوعيه جيده، الواحد ما يمشيش لشي حاجه رخيصه ويضيع الخدمه ديالو. كنحتاج الحرير المبروم على 5 ديال الشعرات كيف ما عودتكم دائما كنخدم ب5 ديال الشعرات. وهنايا الكروشي نمره 12 0.60. البنات راه ديما كنشارك معكم منين خديت الكروشي، وحضرت لكم فيديو خاص على منين خديته، وحطيت لكم حتى يعني الباكيه ديالو اللي كتجي فيه باش تعرفوا النوعيه ديالو وتعرفوا حتى الرقم ديالو. المهم الرقم ديالو هو هذا. انا خديته من امازون من فرنسا، يعني جبته لي صديقه ديالي من امازون، يعني سيت امازون البنات. وكيف ما كنت سبقت وشرت لكم تقدروا تلقاو حتى في الي اكسبريس. اذا هنا كيف ما كتلاحظوا ديجا درت الحبيك ديالي على الثوب. الحبيك على الثوب ديجا البنات شاركته معكم، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. هانتوما كيف ما كتلاحظوا غادي نشرح لكم الطريقه ديال الحبيك ديال الثوب. كنجي هنايا الظهر ديال الخدمه ديالي هنا كيف ما كتشوفوا، وكنبدا الحبيك ديالي الحبيك عادي البنات، غرزه حدا غرزه. هانتوما حتى كنمشي هنا. غير هنا البنات دائما هذه راه ديجا كنشاركها معكم هنايا في هذه الدوره ديال العنق. هنايا دائما عندي 5 ديال الغرزات كنشبر واحد شويه، يعني ما كنديرش هنا كنديرهم وحده حدا وحده. مي هنايا كنحاول انني نخلي المسافات. صافي البنات كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. هنايا ضروري كنخلي هنايا المسافات في هذه الدوره هذه ديال الكول هنا وهنا. صافي هنا كنمشي كامل بنفس الطريقه، يعني بلا ما كنزيد بلا ما كنقص. هانتوما وهنايا خدمت مشيت عاوتاني كامل بغرز الحشو حتى درت حتى وصلت هنايا. صافي دابا غنبدا معكم ان شاء الله الطريقه ديال البدايه. وطبيعه الحال غنشارك معكم يعني فين غنزيدوا وفين غادي نقصوا، لان هذه الخدمه هذه غتمشي كلها بالعقيق المهرس. انتما كيف ما كتشوفوا بعد ما كنكمل هنايا هاد الحبيك ديالي كنلاقي اخر غرزه مع اول غرزه بواحد منزلقه. من بعد غادي ندير 1 2 3 ديال السلاسل. غنقلب الخدمه لان هذه الخدمه اللي غادي نخدمها البنات غادي نقلبوها على الثوب، ودائما كنخدموها من الجهه التحتانيه. هنا راه ديجا دخلت عندي واحد الكميه ديال العقيق البنات اللي ديجا كنت شاركت معكم الطريقه كيفاش كندخل العقيق وكيفاش كندوبل الخيط. غنخليها لكم في صندوق الوصف. هنا بعد ما درت كيف ما كتشوفوا 3 ديال السلاسل اللي كيكونوا لينا عمود، وغادي نجي هنايا غنجبد عندي العقيقه وغادي نخدم عمود على هذا الشكل. وانا جابده عندي العقيقه كنخرج اللفه الاولى تحت من العقيقه واللفه الثانيه فوق من العقيقه. غادي نجي العمود اللي من موراها، يعني الغرزه اللي من موراها غادي ندير عمود بدون عقيق. غادي نجبد عندي كذلك العقيقه وغادي ندير عمود بعقيقه. دائما العقيقه كنخليوها هنا، كنجبدوا اللفه الاولى تحت من العقيقه واللفه الثانيه كنجبدوا عندنا العقيقه وكنخدموها على هذا الشكل هذا. نتمنى ان يكون واضح. كذلك نفس الطريقه عمود بدون عقيق وعمود بعقيقه على هذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا كنخدم كل غرزه كندير فيها عمود، وكنحافظ على هذا العمود بعقيقه وعمود بدون عقيقه. هاد الطريقه ديجا كنخدمها معكم في بزاف ديال الموديل، ولكن هذا الموديل غادي يكون مختلف تماما على الموديلات اللي كانوا من قبل. وغادي تشوفوا الطريقه ان شاء الله معايا على اجزاء كيف ما دائما كنعودكم على القناه ديالي. هانتوما حنا غاديين وكنخدموا بهذه الطريقه هذه عمود بعقيقه وعمود بدون عقيقه. ودائما العقيقه كنجبدوا عندنا الخيط يعني تحت من العقيقه ومن بعد الفوق
يعني كنقفلوا على العقيقه، كذلك عمود بدون عقيق. وانا كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنوصل للجهه ديال الكتف البنات، باش نشوفوا كيفاش غادي نخدموا عاوتاني يعني الذراع ديال الكتف وطبيعه الحال حتى الذراع ديال نصف طوق البنات، باش هكاك تكون الخدمه واضحه وباينه. اذا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه على هذا الشكل هذا. هانتوما كيف ما كتلاحظوا غنستمر حتى نوصل هنايا، حتى نوصل لهاد الجهه ديال الكتف، وغنرجع معكم كيفاش غنخدموا هاد الدوره هذه، هاد التقويره هذه كيفاش غنخدموها. اذا رجعت معكم هنايا بعد ما كملت وصلت هنايا لهاد الدوره هذه، هنا فاش كنوصل هنايا للجهه ديال الكتف كنحسب هنا عندي من الكتف كنحسب 1 2 3 4 5 ديال الغرز. هنا فاش عندي وصلت هنايا ل5 ديال الغرز غادي نجي في كل غرزه حشو غادي ندير 2 الاعمده، عمود بعقيقه وعمود بدون عقيقه. يعني انا كنستمر بهذه الطريقه، ولكن دابا ماشي في كل غرزه كندير غير عمود واحد، لا، في كل غرزه غادي ندير 2 ديال الاعمده. فاش كنحسب كيكون باقي ليا 5 ديال الغرز، يعني غادي نزيد في 4 ديال الغرز من هاد الجهه و4 ديال الغرز من هاد الجهه، والخامس غادي يكون في الوسط. علاش البنات هاد الزياده هذه؟ باش ملي غادي نجي ندير الدورات الاخرين ما تجينيش الخدمه ديالي مزيره وتقلب لي الخدمه بكل سهوله. اذا على هذا الشكل هذا دائما في كل مكان كندير 2 ديال الغرز، يعني 2 الاعمده في نفس الغرزه على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. ودائما كنحافظ على الاعمده يعني وحده بعقيقه وواحد بدون عقيق، هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. نتوما فاش كنجي هنايا كنبقى يعني بعد ما خدمت هنايا 5، ها نتوما عندي هنايا 5 ديال هنايا 4، الخامس هو هذا. دابا غادي نزيد عاوتاني 4 في هذا المكان هذا، يعني حتى في هذه الهبطه هذه غنخدم هذا الشكل هذا. باش كنجي نخدم ضروري في هاد الاماكن هادو خاصكم تحافظوا على هاد المسافات تكون مقاربه وتكون نفس الخدمه اللي خدمتو لهاد الجهه ولهاد الجهه باش تجيكم الدوره مقلوبه مزيان. هذا الشكل هذا باش غنحسب هنايا 1، هانتوما هنايا غنحسب 1 2 3 4 5 1 2 3 4 صافي. اذا هنا كنزيد في 9 ديال الاعمده اللي كيكونوا عندي هنايا دايرين، 9 ديال الاعمده اللي كنزيد فيهم 2 ديال الغرز. هانتوما باش كتقلب لينا الخدمه بهذه الطريقه. دونك دابا غادي نمشي الخدمه كامله بلا زياده بلا نقصان. هنايا غنخدم بلا زياده بلا نقصان حتى غادي نوصل هنايا. فاش غادي نوصل هنايا كذلك غادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش غنخدموا هذه الدوره هذه اللي حتى هي ضروريه باش اننا تقلب لينا الخدمه حتى هي بكل سهوله. اذا غادي نكمل نوصل هنا ارجع معكم. اذا رجعت معكم هنايا كما كتشوفوا بعد ما كملت هنايا هانتوما كما كتلاحظوا مشيت كامل بنفس الطريقه، يعني بلا زياده بلا نقصان حتى وصلت هنايا. دابا هذه الدوره هذه هي اللي غادي نخدم فيها الزياده كيف ما كنت شرت لكم قبل من خلال الطريقه ديال الكتف. هنايا دابا غادي نجي هنا حتى بقات لي هنايا غادي نجي نحسب من هنا. هانتوما عندي هنايا هذه اللي في الوسط غادي نحسب من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يعني هنا غنزيد في 11 الغرزه. غادي نجي هنا اول غرزه اللي هي هذه غادي نجي لنفس المكان وغادي ندير عمود. يعني بالنسبه لهاد الغرز هادو كل غرزه حشو كندير فيها 2 الاعمده، يعني كندوبل الخدمه ديالي. نتمنى ان الخدمه تكون واضحه وباينه والشرح يكون واضح. وبالنسبه لهاد الطريقه هذه ديجا كنت شاركتها معكم، يعني قبل كنت شاركت معكم يعني في بزاف ديال لي موديل. دائما ملي كنخدموا الخدمه ديالنا مقلوبه على الثوب، هذه هي القاعده اللي خاصكم انكم تتبعوها ضروره البنات. ان فاش تكونوا كتخدموا الخدمه مقلوبه على الثوب هنا ديما في جهه الكتف وجهه ديال الدوره ديال الكول عفوا ديال نصف طوق ضروري انكم ديروا 2 ديال الاعمده في نفس المكان. اذا كنستمر بهذه الطريقه هذه عمود بعقيقه وعمود بدون عقيقه.
هانتوما على هذا الشكل. واخا كما قلت لكم ديجا شاركتها معكم، ولكن ما فيها باس، لان بزاف الاخوات كنلقاهم كيتسائلوا على بعض الموديلات اللي كنكون انا ديجا حطيتها عندكم، يعني حطيتها لكم في القناه. فحاولوا البنات انكم غير تقلبوا في القناه، راه فيها ما شاء الله فيديوهات كثيره، وغادي ضروري غتلقاو داكشي اللي بغيتو، لان انا دائما كنحرص على ان نحط لكم جميع التفاصيل باش هكاك تخدموا وانتم مرتاحين وتعرفوا كل شيء. ولكن البنات حاجه واحده اللي بغيت نوضحها لكم، راه شحال من وحده كنكون حطيت انا شي موديل او لا حطيت لكم التفسير ديالو وكتجوا وكتسولوني عليه، لان ما كتكملوش البنات الفيديو. ضروري اللي بغات تعلم خاصها تكمل الفيديو من البدايه حتى للنهايه. الا كان غادي غير نوريكم يعني غير عشوائيا، راه ما غاديش نبقى ناخذ انا الوقت كبير في التصوير. اذا هانتوما على هذا الشكل هذا، هانتوما يعني هانتوما كما كتشوفوا كنبقى غاديه وكنزيد غاديه وكنزيد كل غرزه حشو كندير فيها جوج الاعمده على هذا الشكل هذا. وهاد الدوره هذه حتى هي نفس الشيء، هانتوما يعني حتى هاد الدوره هذه نفس الشيء غنخدموا جوج الاعمده في نفس المكان. اذا غنستمر بهاد الخدمه هذه، غادي ندور الدوره هانتوما على هذا الشكل بلا ما نطول عليكم اكثر. هانتوما شوفوا كي كتجي، حيت ملي كنبقاو كنخدموا هي كتشد الشكل ديالها هنايا. دابا غادي نكمل الدوره حتى نوصل هنا، يعني حسبت هنايا 11 غرزه، غادي نجي حتى هنايا نحسب نزيد في 11 غرزه هنايا. صافي البنات، يعني غنخدم بنفس الطريقه هنا غنخدمها هنايا صافي. وهنا غادي نمشي عادي بالخدمه ديالي عاديه، فقط هنايا عاوتاني الجهه ديال الكتف نفس اللي زدت هنا غادي نزيد هنا. فاش غادي نوصل هنايا ارجع معكم مع التتمه. اذا رجعت معكم هنايا كما كتشوفوا بعد ما كملت هذه الدوره هذه على هذا الشكل، يعني خدمت 11 غرزه منا و11 منا هما اللي درت فيهم جوج ديال الاعمده صافي. ومشيت هنايا بالاعمده عاديه بلا زياده بلا نقصان حتى وصلت هنايا انتما، حتى وصلت لهاد الجهه ديال العنق كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نبدا نخدم السطر اللي فوق من هذا. بالنسبه للبنات انا ديجا خدمت معكم هاد الطريقه ديال العقيق، ولكن كنت ديما كنخدموا عقيقه فوق عقيقه. يعني في هاد الخدمه هذه غادي تختلف الخدمه، لان الاعمده كلهم في هاد اللبسه هذه غادي يمشيو بالعقيق. اذا هنا بعد ما كملت اخر عمود اللي هو هذا، غادي نجي لهاد 3 سلسله اللي هنايا، وغادي نجمع بواحد منزلقه على هذا الشكل هذا البنات. كنجمع بواحد منزلقه، من بعد كندير 1 2 3 ديال الاعمده. من بعد غادي نجبد عندي هنايا كميه ديال العقيق. هنا البنات عوض ما غادي ندير عقيقه فوق العقيقه، يعني العمود اللي فيه العقيق فوق العقيق، لا، هنا اول عمود بالعقيقه غادي نديرو في نفس المكان اللي هو هذا الفراغ هذا، باش غادي نخالف الاعمده فاش غنخدمهم. من بعد العمود اللي فوق منه العقيقه اللي هو هذا غادي نديرو بدون عقيق. ها هو غادي نجي لهذا العمود هذا اللي هنا وغادي ندير بدون عقيق. العمود اللي من موراه غادي ندير فيه العقيقه، او بالنسبه للعمود اللي كيكون لتحت راه ما فيهش العقيقه، يعني غيكون اختلاف البنات على الموديلات اللي كنت كنخدم قبل. هنايا العمود اللي فيه العقيقه ما غاديش ندير فيه هنايا العقيقه اللي تحت منه. من بعد غادي نجي العمود اللي ما تحتش منه العقيقه غادي ندير فيه عقيقه. نتمنى ان الشرح يكون واضح، لان هنا كيف ما كنتو كتشوفوني انا في الموديلات اللي كنت كنخدم دائما كندير العقيقه فوق العقيقه. هنا غيكون اختلاف، الاعمده اللي كيكونوا لتحت كيكونوا على هذا الشكل. شوفوا يعني العمود اللي كاين لتحت كاين بدون عقيقه، هنا غندير فيه العقيق. العمود اللي فيه العقيق غادي ندير فوق منه عمود بدون عقيق. نتمنى ان نكون وصلت لكم الفكره كما يجب البنات صافي. وكنستمر هكا دابا، يعني هذه الدوره هذه اللي غنخدم دابا ما فيها لا زياده لا نقصان، يعني السطر الاول فقط هو اللي كياخذ لينا الاماكن اللي كنزيدوا فيهم الاماكن اللي كنقصوا فيهم. دابا غادي نبقى نخدم هكا صافي. دابا غير هنايا فاش كنسجد الخدمه ديالي، من بعد كنبدا نخدم عشوائيا، يعني انا كنخدم وانا كنعرف انني عمود بعقيقه وعمود بدون عقيقه، ونركز على ان يجيو متشابهين، يعني كي لتحت كي الفوق. فكنتمنى البنات ان الشرح يكون واضح ومفهوم. هانتوما على هذا الشكل هذا، يعني كيفاش غادي تجي كيفاش كيبان لكم. هانتوما شفتوا ما كيجيش بحال كيف ما كنت كنخدم ديريكت، يعني بحال نقولوا العقيقات غاديين كيمشيو جنب. يعني هنايا
هانتوما هاد الجهه ما فيهاش، لتحت ما كاينش العقيق، الفوق كاين العقيق، لتحت كاين العقيق، الفوق ما كاينش العقيق. يعني وهنا حنا كنخدموا بهاد الطريقه هذه. علاش كنخدموا بهاد الطريقه؟ باش الاعمده ديالنا يجي العقيق مرشوش فيها، ما يجيش مستف وحده فوق وحده. فكنتمنى ان الشرح يكون واضح. دابا غادي نكمل الدوره كامله حتى نوصل هنايا. بالنسبه للبنات فاش نوصل هنايا نفس الطريقه غادي نخدمها، يعني بلا ما نطول عليكم الفيديو اكثر. غادي نلاقي هنايا الطرفين بواحد منزلقه، ومن بعد غادي نخدم السطر اللي فوق من هذا. بالنسبه شحال غادي نخدم ديال الاسطور كيبقى على حسب كل وحده شحال بغات. انا كيف ما قلت لكم اول مره غنخدم هذا الموديل، فانا عيني ميزاني، انا كنخدم وغادي نشوف الحاجه اللي غتعجبني شحال ديال الاسطور اللي غادي ندير، ونرجع معكم باش نكمل لكم الشرح ديال الموديل. اذا رجعت معكم هنايا كما كتشوفوا بعد ما كملت الاسطر المطلوبه، هنايا كيف ما كتشوفوا خدمت معكم السطر الاول والسطر الثاني نفس الطريقه، خدمت السطر الثالث والسطر الرابع. هانتوما تشوفوا كيفاش كتجي الخدمه ديالنا. هانتوما تشوفوا هنايا بالنسبه لهاد الدوره كتجي على هذا الشكل هذا، وكذلك هنا هذا المكان هذا اللي بعدنا هانتوما كياخذ الشكل ديالو باش ما كيجيناش هنايا ديك الطويه. هانتوما كيف ما كتلاحظوا الدوره كامله. وبالنسبه كذلك هنايا بالنسبه للدوره ديال النصف طوق هانتوما كيفاش كتجي، يعني كتجي مقاده. هادشي كلشي الا تبعتوا التفاصيل ديال الخدمه اللي عطيت لكم. من بعد ملي كملت هاد الدورات كاملين، دابا غادي ندوز باش نخدم معكم واحد الضريس اللي غادي نديروه فوق من هاد الخدمه هادي، وحتى هو غيمشي بالعقيق، واول مره غنشاركو معكم. فهادشي كله ان شاء الله غادي نشوفوه في الجزء المقبل. هنا غادي نكتفي بهذا القدر هذا. الجزء المقبل ان شاء الله غادي نخدم معكم الطريقه ديال الضرس وكيفاش غادي نفينيو الخدمه ديالنا. هنا غنخليكم ما تنساوش الناس اللي اول مره كتزوروا القناه ديالي التشجيع ديالي والاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما كل ما هو جديد. وما تنساوش لي لايك طبيعه الحال الى عجبكم لا فيديو ولي كومونتير ديالكم المحفزه. الى اللقاء.